السلام عليكم. ايه الاخبار؟ ايه اللي بيحصل مع الجنب الشرقي لمصر مع اسرائيل؟ وايه موضوع ابن يوسف القرضاوي وعبد الرحمن؟ اللي بيحصل النهارده عند شرق مصر، وان الحكومة المصرية شايفة قدام عينيها والرئيس شايف قدام عينيه النهارده ان في تواجد لإسرائيل على الأرض توسعي. الرئيس شايف قدام عينيه الكلام ده مرأى ومسمع عن الجميع، محدش مش شايف النهاردة إلا المتآمرين علينا النهاردة، وهم جماعة الإخوان اللي هو الفصيل المؤيد وبقوة لتوسع إسرائيل. ده إزاي الكلام دوت؟ ده على أرض الواقع احنا لازم نكون فاهمين وشايفين ان الجولاني او احمد الشرع ده من ضمن ضباط او من ضمن الناس اللي شغالة مع الكيان ده. الكلام ده بقى واضح للجميع، يعني اللي مش شايفه يبقى عنده مشكلة. اللي حصل دلوقتي ان الجيش المصري شايف التوسعات ديت، شايف التحركات ديت، شايف اللعبة اللي حصلت في سوريا. احنا بقينا شايفين الكلام دوت زي ما احنا شايفين قدام عيننا اي حاجة، يعني بقت واضحة وضوح الشمس ان الكيان واسرائيل شغالين مع الجماعات ديت على تفتيت الجيوش من الداخل، وبعد كده يبدأ الهجوم الاسرائيلي لتدمير الجيوش ديت. ما هو لما يبقى مش موجود على الدبابة السواق، ولما يبقى مش موجود على النظام بتاع الدفاع الجوي الشغل، الراجل اللي بيشغلها، الضابط اللي بيشغلها، ويبقى مش موجود الطيار، ويبقى مش موجود الناس ديت، في الحالة ديت الحاجة ديت بقت عبارة عن حديد خلاص ملهاش اي استخدامات، بقت عبارة عن قطع خردة سهل ضربها لعدم استردادها من قوات تانية علشان خاطر تستخدمها ضد الكيان او ضد اسرائيل. الموضوع دوت الجيش بدأ يشتغل عليه، بدأ ينفذ على الارض مخططاته ان هو لا انا هلزق لك في السلك. كل تحركاتي بقت النهارده على السلك. عافية عشان بس نوفر على بعضين، عافية الكلام دوت النهارده بقى عافية. ليه عافية؟ لان النهارده العافي هو اللي محدش بيعرف ياكل اللقمة بتاعته، عشان بس نوفر على بعضين. الناس ديت خايفة منك، اسرائيل خايفة منك، اسرائيل مرعوبة منك، اسرائيل حاسة ان هي عندها مشكلة كبيرة جدا 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 جدا، وهي اني انا مش عارفة اتعدى حاجز الجيش المصري. يعني ايه بقى حاجز الجيش المصري؟ حاجز الجيش المصري دوت هو حاجز العقبة الاخيرة والمهمة في الموضوع كله، والساند الاول والاخير هو الشعب المصري. انتم الشعب المصري، هو انتم، هو ده العقبة الوحيدة اللي واقفة قدام اسرائيل. عشان خاطر ايه بقى؟ تتوسع. خلونا نتكلم بكل وضوح، وخلونا نشوف اللي جاي بكل وضوح برضو، وهو خطط توسعية. روسيا بتتوسع برغم ان هي مش ناقصها ارض، بس هي عايزة تتوسع، لازم تفرض كلمتها في الفترة اللي جاية. المفروض ان الصين بتقول نفس الكلام، انا عايز اتوسع. المفروض بس الصين فين ما تعرفش، بس هي جايه مش جايه ما نعرفش، بس هي المفروض يبقى برضه عايزه تتوسع. امريكا بدات توضح برضه المعالم بتاعت ان هي عايزه تتوسع بقوه. عايزه تاخد كندا، صباح الخير. عايزه تاخد كندا، عايزه تاخد جزيره اسمها جرينلاند، عايزه تاخد بنما، عايزه تاخد حاجات توسعيه مش طبيعيه. كندا بس في حالها لوحدها بس كده دي قصه كبيره. انت بتتكلم في اقوى او اكتر تواجد للبترول في العالم، هي رقم 3 كندا دي. هو عايز يخش ياخدها كده. ده كده امريكا استقرت لمده 200 سنه قدام بانها بس تنجح انها تاخد كندا. فالافكار التوسعيه ديت موجوده برضو عند اسرائيل، عايزه تتوسع. فاحنا شايفين التوسعات ديت، وافتكروا كلامي ده كويس. ومصر كمان عايزه تتوسع، بس الفرق ما بين التوسع الامريكي
التوسع الروسي، التوسع الاسرائيلي هو المختلف عن التوسعات ديت. هو التوسع المصري هيتوسع بطريقه هتكون فيها ايجابيه، مش هيكون سلبيه. يعني انت مش هتخش تاخد ارض زي ما هم ما بيعملوا الكلام ده، لا مفيش الكلام ده. هتبقى عباره عن توسعات معماريه او تنمويه، او هيبقى استعمار تنموي. في استعمار اللي هو السلبي بتاع اسرائيل، السرق والنهب والكلام اللي احنا عارفينه ده كله، وفي الناحيه التانيه الاستعمار اللي هو التنموي، اللي هو المفروض اصلا ينتشر. انك انت مثلا جنب منك بلد جاي عليك بالسلبي زي السودان مثلا، جاي علينا بالسلبي، المفروض ان احنا نكون مستعمرين تنمويين ليها. يعني ايه تنمويين او ايه استعمار؟ ليه كلمة استعمار؟ لانك انت هتخش بشركات، الشركات ديت مفيش حد ليه الحق ان هو ياخد منها حاجة غير الدولة اللي داخلة اللي هي المستعمرة. يعني انت ما تجيش مثلا حد يتفق معاك على انك انت تخش السودان وتتقسم، لا، هو انت لوحدك موجود، انت لوحدك موجود. ده ليه؟ لانها جايه عليا انا بالسلبي، ما هو انا برضو اللي شايل السلبي لوحدي. فدي التوسعات اللي جايه، وافتكروا كلامي كويس جدا. فاسرائيل عايزه تتوسع على حساب مين بقى؟ على حساب حد بقاله كتير قوي عمال ياخد في بروتين. بقالنا كتير قوي عمالين شغالين على نفسنا حلو، الحمد لله مصر شغاله على نفسها حلو قوي قوي. يعني انا مش قادر اتخيل منظر الاردوغان وهو جاي يبص في القصر كده ويبص يمين وشمال من جمال القصر، لا، من قوة مصر. وده الفرق ما بين الاتنين، انك انت مش ضعيف في عز ما الدنيا كلها مقلوبة وانت مش ضعيف. احنا داخلين على المرحلة ديت بوعي، اللهم لك الحمد، بوعي كبير جدا 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 جدا، وثقافة عندنا عالية جدا، وفاهمين المخطط بشكل ما يتعبش القيادة، ما يقلقش القيادة، مخلي القيادة واخدة خطوات ثابتة على الأرض. تعالى يا بتاع قبرص، تعالى يا بتاع اليونان، اقعدوا معايا شوفوا انتوا عايزين ايه، هننغص بطن الواد أردوغان ازاي. شغل كله على الواضح، مفيش بقى الشغل القديم بتاع اللي هو احنا بنتكلم من مصدر دفاع. لا، انا كاشف نفسي وكشفك انت راخر وفضحك، وعارف اللي انت عملته دوت. اصلا اكتر حد هيكون متضرر، اكتر حد هيكون متضرر من اللي حصل في سوريا هو هيكون اردوغان. وفي الجزء الثاني بتاع اردوغان اللي هو يوسف القرضاوي، يوسف ابن عبد الرحمن يوسف القرضاوي. الجزء دوت برضو مهم جدا 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 جدا، وهو كشف الحقيقة المرة بالنسبة لجماعة الإخوان، إنهم عبارة عن منديل كلينكس بيستخدم في الحمام. باختصار، عبد الرحمن كشف ليهم إن هم ملهمش سعر بالنسبة للمخابرات التركية، وبالنسبة للاستخبارات القطرية، وبالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية. ما هم الثلاثة شغالين أصلا متحالفين مع بعض بشكل واضح. فعبد الرحمن اتسلم لمين؟ اتسلم للمخابرات المصرية، واتسلم للمخابرات الإماراتية. تسليم أهالي، تسليم أهالي باختصار كده. فنرجع تاني للنقطة الأهم، التواجد الإماراتي، التواجد التركي النهاردة بقى ضعيف. التواجد التركي النهاردة بقى منحط جدا، كل خطواته خلاص هو بقى بنلعب على المكشوف بقالنا كتير. فعبد الرحمن بيتحلب دلوقتي حلب تماما، حلب يعني خلاص القصه انتهت. هب بقى اللي عندك من المعلومات اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا. وعبد الرحمن حته تقيله، ده اللي وجعهم، انه عارف عنهم كتير. معروف ان هو كان عنده معلومات كتيره شغال عليهم من زمان. فعبد الرحمن ده حته تقيله وقعت خلاص، وجاي عليه الدور معتز مطر، والبت اللي اسمها محمد ناصر، والواد اللي ما اعرفش هو اصلا من بجاحته بيتكلم باسم الاستخبارات الانجليزيه والاستخبارات الاسرائيليه بشكل واضح جدا. فالناس دي كلها خلاص بتتصفى، وربنا يحفظ مصر،
ويبارك يا رب دايما فيها وفي شبابها وفي شعبها الطيب. ربنا يحفظ مصر.